اللي قدامكم دلوقتي مش مجرد حوض سمك، ده مشروع متكامل نتج عن ساعات من التفكير والتصميم والتجهيز ونتيجة مجهود جماعي دقيق في كل التفاصيل. بعد مرحلة الزراعة الدقيقة كل نبات اتزرع في مكانه المحسوب عشان يعمل التوازن البصري ويوصلنا للوحة الطبيعية الحية اللي انت شايفها قدامك دي. لكن الجمال هنا مش في النباتات بس، احنا بنتكلم عن أول حوضين في مشروع معمول خصيصا عشان يكملوا بعض كأنهم جناحين لمشهد واحد يتشافوا من كل الجهات ويدوك إحساس إنك داخل غابة مائية متصلة بدون حدود. المعدات كلها شغالة بانسجام، المراوح بتحافظ على درجة الحرارة المثالية، الصمب بينقي المية ويرجعها أنقى من الكريستال، الويف ميكر بيحرك وبيضيف حركة تيار خفيفة تحاكي الطبيعة، الأكالة بتوزع الغذاء بدقة. وسط ده كله البريستل في قلب المشهد كله بيشتغل على التنظيف وكأنه حارس المكان، بيلمع الإزاز ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة. اللي يشوف المشهد ده النهاردة يمكن ما يشوفش كل التعب اللي وراه، لكن احنا عارفين كويس ان كل حجر كل جذع خشب وكل لمسة في توزيع النباتات كانت محسوبة عشان نوصل للمنظر ده. والجميل ان دي لسه البداية. في اللحظة دي احنا في انتظار أسماك الزينة اللي هتدخل وتكمل اللوحة علشان الحوضين مع بعض يتحولوا لتحفة فنية حية مش بس للعرض لكن للمتعة والانبهار. أنا يوسف وحيد، سلام.